ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هيكون فيديو طويل جدا لقراءة وتلخيص منهوة سولو ريزركشن اللي هي البعث المنفرد، عشان الاخ معتز كل شويه يبعت لي كومنت واللي هو ايه بيقول لي دي تاني مره اقول لك، واللي هو حسسني ان هو ماما وبيقول لي ايه ها يلا بقى تعملها بقى ولا اجي اضربك. فانا خفت واسمع الكلام واعمل فيديو ملخص للمنهوة العظيمه دي. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا نخش على قراءة الفصل على طول. الموضوع بيبدأ مع لا موتى او هيكل عظمي غريب كده بيحكي لنا ان هو كان فرد من جيش كوني عايزين يهيمنوا على كوكب الارض، وقد ايه ان هم كانوا فاكرين ان الموضوع هيبقى سهل وبسيط لولا حاجة واحدة وقفت في طريقهم. وبيجيب لنا هو قاعد مستغرب كده من بني ادم زي ما يكون بيتحرق من ضربة او هجمة سحرية، وبيقول له ازاي بشري ضعيف زيك ما انهارش او ماتش من الضربة دي. وفجأة بنلاقي شخص مبتسم كده وشرير بيقول له يمكن عشان كل واحد فيكو اضعف مني، وبيديله بانش في وشه. وبنرجع فلاش باك بيرجعنا لسنتين لورا لكان جه يون وهو بيتهزق من اخته لانه فاشل وعاطل وقاعد بيلهو ويلعب ومش لاقي شغل، واخته قاعده بتهزقه وتقول له يا فاشل انت ازاي مش لاقيت شغل وانا قاعده بصرف عليك، وتقول له طب روح لبيت اهلك. يقول لها لا انا بقيت مكسوف اخد من ابويا وامي فلوس. قالت له انت مكسوف تاخد من ابوك وامك وتاخد مني انا عادي يا ابن المهم هو يعني الراجل زعلان من الحال اللي هو فيه وبيقول لاخته كلمتين ويروح ينام، وبيقول يا ريت العالم يعني كان في لعبه هو فاتحها وبيقفلها، وبيقول يا ريت العالم كان لعبه كان زماني بقيت سياف او ساحر وبقى حالي احسن من كده. وبعد ما بينام بتظهر رساله نظام بتقول لك ان بعد هاكن بيحاول يتصل بالارض، ولكن البعد ده الاتصال بيفشل وبيكون في نظام دفاعي من الارض علشان يمنع الاتصال ده، وبيكون باقي 5 سنين علشان يحصل الاتصال. وبيبدأ البرنامج التدريبي حاجة كده علشان كوكب الأرض يحمي نفسه من الهجوم اللي هيحصل لما البعد الجديد ده يتصل بيه. وبيكون البطل في روم غريبة كده كأنه في بداية لعبة، وبرنامج التدريبي بيتواصل معاه وبيرحب بيه وبيقول له ان المراحل التدريبية 8 مراحل، وانه هيحصل على قوة لو قدر ينهي المراحل الثمانية. طبعا البطل ما بيكونش مصدق نفسه، بيقول لي يا نهار ابيض ده هو دي اخرة اللي يقعد يلعب العاب طول اليوم وقاعد متخيل بقى ان هو بقى مدمن. بس في لحظة من السعادة بيقول يا انا لازم العب اللي هو مود ان انت هلعب اخر مرة ومش لاعب كده تاني. فطبعا بيكمل ويقول انا دي اكيد فرصة ثانية ان انا استعيد حياتي ومش عارف ايه، وبيجرب يتماشى يعني مع الحلم ده لحد ما يشوف اخره ايه. وبتظهر رسالة انه عسى شجاعتك ان تنقذ الارض، وبتبدأ يحكي له تفاصيل يعني المهمة الأولى أو التدريب الأول. هو عبارة عن اختبار للشجاعة ببساطة خالص، هتعدي من طرف مكان للطرف التاني، وبينتقل للمكان ده اللي بيكون عبارة عن حمم بركانية أو كأنه بركان، وفي خطوط رفيعة جدا يا دوبك انت تمشي فيها او تزحف عليها لو انت خايف. ويبدأ يبص حواليه يلاقي ناس كتير زيه، ويبص تحت ويبص فوق ويبص على الحمم ويبص على الهدف اللي هو في الجهة التانية المفروض يروح له، ويبص شماله يلاقي اخته ويلاقيها معيطة كده ويقول ايه ده انت اللي جابك الحلم بتاعي؟ فهي تقول له لا انت ايه اللي جابك انت في الحلم بتاعي؟ وقاعدين اكيد ما فيش اتنين هيحلموا نفس الحلم يعني. فبيبداوا هما الاتنين يعني شغل الاخوات ده والناس هتتخانق مع بعض، وبيقرروا ان هما لازم يعدوا زي ما المهمه قالت للجهه التانيه. والبطل بيقول بسخريه ايه انا طبعا هعدي بسرعه، ايه اللي هيخوفني من الحمم دي ده كله حلم. وفجاه وهو بيتكلم مع اخته واحد بيقع في الحمم وبيصرخ من العذاب والالم، فيبدا يرجف واخته بتتريق عليه يعني الصرخه دي كانت شكلها واقعيه جدا، لكن اخته بتقعد على الارض كده وتبدا تزحف وتقول له لو زحفنا ده امن من ان احنا نمشي. وخلال تقدمهم وهم ماشيين اخته بتقول له اكيد ده مش حلم، في حاجه غلط، مستحيل الناس دي كلها تحلم نفس الحلم. فهو بيقول لا 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 اكيد ده كابوس مرعب بس ولا حاجه. قالت له انت مقتنع؟ انت مصدق نفسك؟ فبدا يعيط كده ويقول انا كنت بحاول اتجاهل الموضوع، انت بتفكرني ليه؟ فاخته اللي هو انت اكيد اكتر اخ كبير فاشل ولا يعتمد عليه في العالم. وبيفضلوا يتقدموا وهو يعني الراجل قاعد بقى في الارض، طب ما نستريح شويه كده اكيد ده حلمه اكيد هنصحى في الاخر. وفجاه بتيجي رساله ان في وقت محدد لازم يعدوا فيه، وبيبدا صخور تقع على الممرات الضيقه اللي كانوا بيعدوا منها ولازم يجروا بسرعه. ومن غير تردد لحظه الاثنين قاموا بعد ما كانوا بيزحفوا بداوا يجروا بسرعه جدا، والبطل قال خلاص انا قربت اوصل، لكن بيلاحظ ان في طوبه كانت هتقع على اخته وتوقعها لك، فبيفط الجهه الثانيه عندها ويشيلها وينقذها. الله عليك يا ابني، الله اكبر عليك يا ابني. وبيقطع الفرحه رساله من النظام بارتفاع المستوى وان تم ايقاظهم مؤقتا كمتدربين يعني لعند ما يخلصوا البرنامج التدريبي، وان الايقاظ هيبقى مكتمل لما المراحل كلها تنتهي. واخته بتبص كده على شاشه النظام او الشاشه اللي هي الخاصه بتاعت اللاعبين دي، وبيكون هو عايز يبص على الشاشه بتاعته، وفجاه
بيصحى من النوم وعلى طول بيمسك التليفون ويتفقد الاخبار ويلاقي فعلا ان العالم كله حلم نفس الحلم اللي هم حلموه، وان الناس كلها تخطط الاختبار، وفي ناس طبعا ناس اللي هي وقعوا في الحمم دي لا فضلوا عايشين، هم اتحرقوا في الحلم بس، وان العالم كله بقى فعلا في خطر قدام 5 سنين علشان يبقوا اقوياء كفايه ان هم يتحدوا الغزو اللي جاي لهم. وبيسيب التليفون ويطلع بره الاوضه ويلاقي اخته، يقول لها اختي وتقول اخويا، ويقعدوا لها انت شفت الحمم وانت شفت الاختبار وانت شفت وعد هاكن، وفي الاخر بيزهقوا ويقرروا ان هم يلا نفطر وخلاص. وهما بيفطروا بيتناقشوا في الاحداث الغريبه اللي بتحصل في العالم، وان النت كله بيتناقش على الموضوع ده، وكان جهيون بيطلب من اخته انها ما تروحش الشغل النهارده لان في شغب والناس كلها عماله تكسر في المحلات وتجمع اكل، وبيقول لها هي كام يوم والحاله هترجع تهدى تاني والناس هتتقبل الموضوع، فبيطلب منها ان هي ما تروحش الشغل الفتره دي. وفي اخر اليوم بيكون البوليس والحكومات حول العالم شددوا بقى الامن ولموا الناس اللي هي عامله بلطجه دي، واليوم الاول بيعدي والبطل بيروح ينام وبيستيقظ في مكان اللي هو المكان الابيض ده اللي بتظهر فيه نافذه الحاله، وبيبدا يتفقدها واحده واحده وبيلاقيها حاجات عاديه، قوه، رشاقه، سحر، لكن بيلاقي ميزه فريده اللي هي اعاده البعث، بتبقى عامله كده زي السيف بوينت بتاعت الالعاب، ان هو هيرجع لنفس لو مات يعني هيرجع لنفس النقطه اللي مات فيها بعد 24 ساعه، لكن بيكون في عقوبة ان هو بينزل مستوى واحد وبيفقد 50% من القدرات بتاعته، لكن التأثير السلبي ده ما بيكونش شغال في البرنامج التعليمي اللي هو 8 مراحل، لكن اول ما البرنامج التعليمي يخلص هيبدأ العقوبة دي تتنفذ، فهو كده عنده قدرة مميزة جدا اللي هو اعادة البعث، لو هو مات هيقدر يعيد بعد 24 ساعة من نفس المكان. بعدها البرنامج التعليمي بيبعت له رسالة انه لو عايز يبدأ المرحلة الثانية، وهو في قمة الحماس بيقول انا ملك الاحياء وايه اللي هيقدر يقف قدامي، ولكن هو بيحكي لنا انه قد ايه هو كان مغفل والحماسة كانت واخداه، وبيجيب لنا يعني صورة لتقدم الاحداث وهو بيقاتل جوبلين كضعيف وقدر يعني بمعاناة ان هو يقدر يغلبه، ولكن لسه هو يعني ما لحقش يفرح بان هو قدر يغلبه، وبيمشي وبيقول الحمد لله فلت منه وفاجئته بيلاقي واحد تاني اكبر منه ومدرع كمان ومعاه سيف، وبيوضح البطل قد ايه ان هو كان عاطل يعني ومهمل في التمارين الرياضيه، وان الهراوه اللي معاه طولها مش كبير، وبيضربوا الجوبلين وبيطير الهراوه منه وبيقطع بيغدقه يعني بيخليه مثقل بالجراح، الواد خلاص اتعور يعني واتبهدل. لكن هنا بتيجي الحته المرعبه ان الجوبلين ما بيقتلوش على طول، ده بيجرحوا كده كتير جدا وبيجروا يعني بيمسكوا كده كانه ناوي يعذبه، والبطل بيقول هو ما بيقتلنيش ليه، انا نفسي الكابوس ده يخلص، يا رب حد ينقذني. وبنسمع صوت البطل وهو بيحكي لنا انه ما كانش يعرف جسم الانسان فيه دم قد ايه، ولكن هو عرف جسم الانسان فيه دم قد ايه عن طريق قياسه بدمه هو نفسه، لان الجوبلين ده فضل يجره وهو بينزف لعند ما مات، وحرفيا مش كده كمان ده شالوا ضوافره وعذبوه وكسروا اطرافه واتعذب جدا وهو بيموت. وبيصحى من النوم وهو بيصوت، واخته بتخش عليه الاوضه وتقول له مالك، بتلاقيه بشكل مرعب كده بيقول انا خايف من الجوبلين، وبيحكي لها اللي حصل، وبتقول له فعلا على النت في ناس كتير ماتت، وبتقول له ان هي ماتت هي كمان بس مش بالعذاب ده كله، وبتقول له ان الناس اللي هتموت يعني الناس اللي ماتت في المرحله دي غالبا مش هيكملوا البرنامج التعليمي وخلاص كده، يعني اللي ماتوا في المرحله الاولى اللي هم عدوها اوريدي ما روحوش للمرحله الثانيه، واللي مات في المرحله الثانيه خلاص مش هيكمل، فطمن انت تقدر بكره يعني يا اخويا تنام عادي. فالراجل بياخد الامان وبيطمن، وبيجي اخر اليوم ينام في كل سكينة، ولكن بيصحى يلاقي نفسه في المرحلة الثانية من البرنامج التعليمي. طب ليه؟ لان هو عنده القدرة الفريدة بتاعت اعادة الاحياء، فالبرنامج التعليمي حسب ان دي موتة وعاد تاني، يعني الناس التانية اللي مات فيهم مش هيعيد، انما هو مكمل في البرنامج التعليمي، وبيقعد فتره مرعوب خايف يحصل له زي اللي حصل امبارح وقاعد قلقان، وطبعا بدا يتقبل الواقع لان هو دلوقتي جوه المرحله التعليميه تاني، وبيبدا يختار سلاح، وبيقول انا اخترت الهراوه المره اللي فاتت، المره دي انا خايف من الواجهه المباشره فانا هختار القوس، وبياخد معاه رمح كاحتياطي علشان لو ما عرفش يصوب يعني، وفعلا بيتسلل خلف الاثنين اللي هم الجوبلين دول، وبينشن بالقوس بتاعه، ولكن بيعورهم كده بس، وما بيقتلش على واحد فيهم، وبيجري بس هو بيستغل اللحظه دي وبيجري بسرعه وبيستخدم الرمح ويقتل واحد فيهم، والتاني بيجري بسرعه عشان يهاجم عليه وهو بيحاول يشد الرمح، لكن الرمح لزق في جسم الاولاني والتاني جاي قاطع راسه على طول، وبيصحى من النوم، لكن هو بيفرح يعني ان هو مات المره دي على طول من غير ما يتعذب، وبيقول ان شاء الله المره الجايه هتحسن، وبيروح يبحث على يوتيوب عن طريقه
التلويح بالسيف واستخدامه. اليوم بيعدي وينام ويرجع تاني للمرحلة التعليمية وبيختار المرة دي سيف ودرع، ولكن بيتجمعوا عليه ولاد الذين وبيقتلوه، وبيبدأ بقى يلوح بسيفه ويلوح بسيفه لفترة طويلة جدا، وبيكتشف انه لما بيلوح سيفه كتير بتزداد قدرة تحمله. وبيفتكر كمان ان هو لما عدى المرحلة الأولى كان عنده نقطة إضافية ممكن يضيفها في أي مكان أو أي قدرة من قدراته، فبيضيفها في القوة. فبعد بقى ما قدرة تحمله زادت والقوة زادت حاول يروح يهاجم عليهم ولكن بيقتلوه برضه. ومع التكرار الجولات قاعد بيلوح بالسيف كل يوم ويتمرن بقى ضغط عشان يعني بيتمرن تمارين رياضيه علشان يعوض بقى ان هو مش رياضي. فبدا يتمرن ويلوح بالسيف، يتمرن ويلوح السيف ويموت، يتمرن ويلوح بالسيف ويموت، لعند ما في الاخر خالص جات له مهاره اللي هي فنون السيف من الفئه اف. وبنشوف شكل البطل وهو شكله مرعب ومخيف من كتر المعاناه اللي هو عدى بيها، وبيتوعد بان هو هيمسك شويه الجوبلين دول وبسبب التكرارات الكتير البطل بيبدأ يحكي لنا المرحلة دي عبارة عن ايه. عبارة عن 5 عفاريت، 2 في أول الحصن هو خلاص بقى قادر يقتلهم بسهولة، و3 في الغابة. وبيحكي لنا ان هو قتل أول واحد باستخدام السهم، والتاني قتله باستخدام مهارة السيف بتاعته، والاتنين اللي بره يقدر يقتل واحد فيهم بنفس الطريقة اللي قتل بيها الاتنين اللي جوه، واتبقى الأخير اللي هو يعتبر مشكلة بالنسبة له. وبيجي مشهد بيوضح القتال بين الاتنين، وبيكون البطل بيوصف فيه ان هو مهاراته اتحسنت عن البداية، وانه بقى قادر يشوف تحركات العفريت ده، وانه خلاص هيقدر يغلبه باستخدام مهارة السيف. لكن في لحظة خاطفة باستخدام اللي هو الفاس اللي مع العفريت بيقدر يطير السيف بتاع البطل، وبيكون البطل خلاص هيخسر. لكن البطل عارف ان هم بيحبوا يعذبوه، وكان هدف العفريت ده انه يضرب رجلين البطل، فهو بيستغل ده وبيحرك جسمه كده بشكل بهلواني وبيرمي عليه رملة في عينه فما بيكونش قادر يشوف، وبيجيب طوبة كانت واقعة على الارض ويخبطه بيها ويديله واحدة في وشه بشكل جنوني، ومع تعبير وش البطل جنونية كده بقول له انا الاقوى وانتوا لازم تموتوا عشان مرحلتكم مملة. وكنوع من الاحتفال ان هو خلص المرحله الثانيه اخيرا بيعمل نفسه وجبه فطار جميله كده، ولكن بيقطع السلام والسكينه اللي هو فيها رساله من النظام ان واحد من الناس غالبا او مجموعه من الناس خلصوا المرحله التعليميه، فالمرحله التعليميه هتنتقل للواقع بتاعهم. وبدات الزنزانات تظهر حول العالم، والزنزانات دي محدش هيشوفها ويقدر يدخلها غير المستيقظين بس. وبيرجع يقعد مع اخته ويفتحوا اللابتوب الجميل بتاعهم ويبحثوا على الانترنت ويشوفوا الفوضى اللي حصلت بعد ما الزنزانات بدأت تظهر في العالم، وازاي الناس مقسمة نصين، ناس معترضة على الموضوع ككل وناس خايفة، وناس بدأوا يستغلوا اللي هم المستيقظين اللي نجحوا ان هم يدخلوهم الزنزانات، وناس معترضة ان ازاي اللي هو الشخص لسه ما عندوش خبرة لسه مخلص المرحلة التعليمية دي ندخله الزنزانة على طول. واخوها طبعا بيطمنها بيقول لها ان هو هيكمل المراحل التعليمية ويبقى مستيقظ ويحميها والكلام ده، وبيقول لها بقى انه بقى قوي المره دي. وكان بيسالها بس لو في على النت اي طريقه يعني تساعده على المرحله الثالثه علشان مش يبدا من الاول. اي نعم هو بقى اقوى المره دي، ولكن هو كان عايز يعني اي معلومات قبل ما يخش. وبيخش على المرحله الثالثه واللي بتبقى مهمه اغتيال وتسلل لزعيم الكورجا، وما تسالنيش يعني ايه الكورجا دي، هتشوف شكلهم دلوقتي. وطبعا هو بيستغل الفرصه بيشوف نافذه الحاله بتاعته لانه ما كانش شافها المره اللي فاتت من كتر ما هو فرحان وقاعد يصوت، وبيلاقي في مهارات جديده زادت اللي هي المهاره الاساسيه للقوس، المهاره الاساسيه للدرع برضه الفئه اف، لكن دي مهارات برضه ما كانتش موجوده عنده. وبتظهر رسالة ان بقى موجود مخزن يقدر يستخدمه يخزن فيه الادوات، وبيفتحها كده وبيلاقي رسمة سيف وبيدوس كده بيطلع له سيف من العدم، فبيبقى فرحان جدا بالمهارة الجديدة دي انه يقدر يخزن فيها حاجات كتير. كارلوس هانكوك القناص الاسطوري اللي قدر يقتل الجنرال اللي فضل يزحف لمدة 3 ايام لمسافة 1.25 كيلومتر. ده دلوقتي بقى المثل الاعلى للبطل لانه بقى له 10 او 8 ل 10 ساعات بيزحف علشان يعدي المهمه المتخلفه دي. وفجاه بعد ما وصل اخيرا مقر العدو واحد من الكورجا دول بيقرب منه، فالبطل بيفتكر ان هو خلاص اتكشف، ولكن المفاجاه الكورجا بيعمل عليه حمام، والبطل بيقعد هادي هد نفسك هد نفسك هد نفسك، ولكن خلاص بينفجر وبيطلع ويقسم الكورجا ده نصين وبقول تعالوا لي يا اولاد المشعل، وهم كلهم في المكان ده بيتجمعوا حواليه. وبقول اخيرا هقول الحاجه اللي كان نفسي اقولها من زمان، هلموا الي ايها الاوغاد اللعينون، وبيصوت بقى على صوته. وفي اللحظه دي بيكتسب مهاره جديده اسمها زئير غضب الاسد، بتثير الرعب يعني في نفوس الاعداء اللي حواليه، وبتضعف منهم شويه ومعنوياتهم، وبتديله حمايه للتاثيرات اللي حاصله عليه لو كانت ضعيفه. لكن بيموت طبعا بسبب فرق العدد وبيعيد اليوم تاني، بس المره دي بيروح يهاجمهم الصبح، لان هو بيفتكر من المره اللي فاتت لما قعد يسعى 10 ساعات خد باله ان محاربين الاورك دول بيروحوا يصطادوا الصبح، فالصبح بيكون المعسكر
في عدد قليل، فبيروح يهاجمهم ويقتل اغلبهم ويخش على اوضه الزعيم، بس بيلاقي ساحرين عنده بيعملوا له زي تاثير شلل كده، ما بيقدرش يتحرك، وبيقعد يقول لي ده نظام تعليمي يا ابن ده نظام تعليمي ازاي يبقى فيه سحر؟ ولكن بيفتكر انه اكتسب مهاره جديده اسمها زئير غضب الاسد، وبيصرخ كده بسرعه فالمهاره بتتفعل والشلل بيروح، وفي جزء من الثانيه بيهاجم على الزعيم باستخدام السيف بتاعه ويقتله ويعدي المرحله الثالثه. وبقول يا انا خلصت المرحله الثالثه في يومين بس، مع اني خدت اسبوع كامل من العذاب عشان اخلص المرحله الاولى. يا ترى انا عبقري؟ وبيقعد يتخيل نفسه في احلام العصر ان هو هيخلص المرحله الرابعه والمرحله الخامسه وهكذا، وانه هيبقى اسطوره والكلام ده كله. وبتنتقل الاحداث بعد 25 يوم من اللحظه دي وهو لسه ما عداش المرحله الرابعه، وجايب لك على التلفزيون كده ان الحكومه يعني بتقول ان في 40% من الزنزانات اللي ظهرت تم تصفيتها، واخته بتعمل فطار ولقيته طالع من الاوضه بيقول لها اخيرا انا خلصت المرحله الرابعه. وبتقعد تقول تعالى افطر، تعال شكلك مرعب ليه كده. وبيبدا يحكي لها المرحله الرابعه كانت عامله ازاي. فكرتها كانت بسيطه، تجمع فريق من الام بي سيز اللي هي الشخصيات الغير لاعبه وتقودهم لقلب الزنزانه وتدمر القلب ده في منتهى البساطه. لكن عايز هو بس ينوه لها ان هو من المرحله الثالثه لما خلصها اكتسب مهاره اسمها تجدد الجسد المتوسط، بتخليه عنده تجدد فائق كده، حتى لو عنده بتر برضه الجزء من البتور ده هيتجدد طول ما هو عنده قوه سحريه. قالت له طيب يا سيدي ما عدتش المرحله ليه؟ طولت قعدت فيها شهر ليه بقى؟ قال لا احنا طول ما احنا صاحيين زي الفل، لما نيجي ننام الولاد الذين دول عايزين يهربوا وما يكملوش فبيغتالون. وحتى مع عرفت الحاجه دي بقى كل مره بيبقى في خيانات مختلفه. وبعد التكرارات الكتير عرفت ان الاشكال دي بما ان هم ام بي سيز يبقى احسن حاجه ان انا اقتلهم كلهم واكمل. او من الاخر هو بدا يهددهم كلهم ان هم لو ما سمعوش كلامه هيقتلهم، وبسبب التهديد كلهم اشتغلوا كويس جدا، وبخلال الشهر يعني احصائيات قوته زادت جدا، فقدر يخلص الزنزانه في نفس اليوم من غير ما يضطروا يناموا يعني، ودمر قلب الزنزانه. وكمكافأة ان هو عدى المرحلة الرابعة اكتسب حاجتين، اول حاجة خاتم العقل بيديله حماية كبيرة جدا ضد الهجمات العقلية من كل الانواع، تاني حاجة مهارة اسمها قاطع النصفين، حرفيا من الساعة بتساعده ان هو يقطع اي حاجة لنصين. ده غير ان هو خلال الاعداد الكتير خلال الشهر ده اكتسب قوة بدنية كبيرة جدا ومهارات عالية جدا، واكتسب ايتمز حاجات الوحوش كانت بتوقعها كتير. وخلاص بقى البطل بقى ضخم وبقى فورمة وقاعد بيتمرن ضغط، وبيقول لا التمرين ده ما عادش كفاية لازم اروح الجيم. وبتيجي فجأة رسالة من وزارة الامن المحلي بتقول ان في زنزانة فتحت في المنطقة اللي البطل عايش فيها، وبيفتكر على طول ان اخته راحت شغل النهارده وان هو لازم يحميها من الزنزانة دي، فبيدور على اي سلاح وبيجيب سكينة المطبخ علشان هو كان محتاج اي سلاح يضرب بيه، وبينط من الشباك ويروح للاوركس دول ويقول وحشتوني يا ولاد الذين من المراحل التعليميه الاولى، وبدا يقتل فيهم وبيسرق سيف واحد من اللي قتلهم وبيبدا يقتل فيهم لحد ما يوصل للشغل بتاع اخته ويكسر الباب بتاع الشركه. وبشكل مرعب وفخم جدا البطل بيقول لاخته اخوك الكبير رجع يا اختي، وهي بتبص له مصدومه، والزمايلها في الشغل بيقول له ده اخو هيون، بص هو اسمه كانج هيون وهي اسمها هيون، وما تسالنيش على اسماء الغيره بتاعتهم. المهم بيجي شخص كده كانه المدير يعني والمسؤول عن المكان بيقول انت غبي ان انت كسرت الباب، فهو بيقول له انا اسف انا مش متحكم بقوتي، لكن بياخدوا بالهم انه قتل كل الوحوش في طريقه وهو جاي. وكانج هيون بيطلب منهم ان هم يتشجعوا وياخدوا شويه اسلحه ويحموا نفسهم لانه هيخرج يبدا يقتل كل الوحوش اللي حوالين المكان. بعد كده بنروح لمشهد وهو اخته بتداوي الجراح بتاعته وقاعد بتلومه وبتقول له يا عم انت مش بتدافع عن نفسك ليه؟ انت فعلا قتلت كل العفاريت اللي حوالين المبنى وده جميل، بس ليه مش بتدافع عن نفسك؟ فهو بيرد بيقول ان هو انا مش متعود احمي نفسي لان عندي قدره تجدد عاليه جدا، لكن بسبب ان هو لسه ما خلصش البرنامج التعليمي القدره دي تبقى جوه اللعبه بس لسه ما خرجتش العالم الحقيقي الا لما يخلص البرنامج ده معناه ان هو لو مات مش هيعيد اليوم زي ما بيعيدوا على طول. فاخته يعني بتقول له الحمد لله ان انت قوي قدرت تحمي نفسك والا كان هيحصل لي حاجه يعني، وبتقول له خد بالك انت كنت شكلك كول قوي وفي شويه بنات اخوات كبار كده طلبوا مني رقمك يا عم. ايوه. وبيضطروا يباتوا في مبنى الشركه لعند ما المعمعه اللي حواليهم تخلص، ولما بينام بيخش على المرحله الخامسه من البرنامج التعليمي اللي بتكون عباره عن ان هو حواليه مجموعه من الام بي سيز الستات، والمفروض يعرف مين فيهم الشيطانه المتنكره. في شيطانه اتنكرت على زي انسان بينهم وهو المفروض يكشفها، وفي بنت حلوه قوي بتقرب منه وهو فخاتم العقل بيشتغل اللي هو المفروض يحميه من اي حاجات بتاثر على العقل بتاعه، فبيتوقع ان البنت دي هي الشيطانه. وبيقعد بقى اليوم بيعدي وبيقعد في خيمه كده بيقول اخيرا المرحله الخامسه دي جميله وكلها
كلها بنات والدنيا جميله، انا تعبت ونلت بقى، انا ههدى بس كده شويه علشان هي ما تكشفنيش واقتلها في الاخر واعدي المرحله. فبيريح كده شويه وهوبا بيصحى يلاقي نفسه تاني يوم في مبنى الشركه، ده معناه ان هي قتلته وهو ما خدش باله، وبيكون متضايق جدا طبعا من اللي حصل. ولكن الناس اللي هم زمايل اخته في الشغل بيقولوا له ما تقلقش الجيش جه واحنا بقينا في امان، وبيجيب لك مشهد للعساكر وهم بيضربوا في كل العفاريت الموجودين في المنطقه بقى من تفشي الزنزانه. ولكن البطل فجاه بيحس بقوه شريره او هاله سيئه، وبيكون في اورك لونه احمر كده وغريب، بيكون اقوى شويه من التانيين، بيقتل كل الافراد بتوع الجيش. ووسط خوف ورعب الناس اللي في الشركه، الاورك بعد ما بيقتل كل العساكر بيبص للبطل. وكفايه علينا كده عشان الفيديو طويل بالنسبه لي، ده اطول فيديو انا عملته هنا في القناه. ان شاء الله هحاول اطول مده الفيديوهات، وهيكون في فيديوهات شرح برضه عشان بحب الشرح، علشان هذه القناه ليست ملخصات. هنعمل ملخصات ولكن هيكون في برضو كلام عن المنهوات نفسها والفلسفة بتاعت المنهوات ان شاء الله يعني. وانتظرونا في فيديو قادم. السلام عليكم.